النفخة الكدابة. كم واحد تعرفه بيقول كلام ما بينفذوش؟ طب هل انت تعرف ان في اكتر من 90% من الناس اللي انت تعرفهم بيقولوا كلام مش بينفذوه؟ كان في مثل زمان يقولك اوعى تاخد قرار وانت متضايق، واوعى تاخد قرار وانت في اسعد لحظات حياتك، لان في الحالتين الاتنين مش هتعملهم. انا الدمراوي شوكت، ودي حواديت جدو. اهلا بيكم في صومعتي المتواضعة. انا الدمراوي شوكت، كاتب بدرجة عظيم، ليا مؤلفات في مختلف الالوان الادبية، حققت مبيعات خيالية في الوطن العربي وبره الوطن العربي. انا شخص عاشق للقراءة وعاشق للكتابة، ما بفرقش الصومعة دي. حبيت الحواديت والقصص لاني ترعرعت وكبرت على ايد جدي رحمة الله عليه من حكاياته وانا صغير، وبعد ما مات فضلت انا ابحث علشان عندي الشغف اني انا اعرف اكتر، لغاية ما اكتشفت ان الحواديت اللي جدي كان بيقولها لي هي مش مجرد حواديت، هي قصص حصلت بجد، او اساطير يمكن اهلها هم اللي كانوا مصدقينها، بس هي حدوته. وجيت عشان انقل لكم بعض من الحواديت والقصص اللي سمعتها من جدي واللي قريتها بعد ما توفاه الله. وده نصيحة من زوجتي العزيزة، هي اللي قالت لي ان بعض القراء بعتوا بيسألوا افكار كتاباتي بجيبها منين، الخيال اللي عندي بجيبه منين، فحبيت ان انا اشارككم بناء على نصيحتها اني انا احكي لكم جزء من اللي انا بقراه وحبيته وعشت معاه. فاعذروني لو طريقتي مش قد كده في الالقاء، لاني انا ماليش في السوشيال ميديا، انا حياتي كلها ما بين الكتب وما بين السطور. ويلا نبدأ القصة. سنة 1986 كان الامريكي اندرو كارول بيتمشى في الشارع مساء احد الايام، زي ما اي حد فينا بيحب يمشي في الشارع. طلع عليه حرامي، ضربه علقة تمام وسرق منه $200 وهرب. الامريكي اندرو كارول حس ان دي اهانة ليه، وخصوصا ان كانت سمعته ان هو شخص قوي ومحدش يقدر يهزمه بسهولة. راح رايح لاحد الاصدقاء اللي كان يعرفهم عشان يتوسط له لقناة ما، وكانت ساعتها هي من اشهر القنوات اللي موجودة في الوقت ده. دفع للقناة دي $8000 عشان يطلع عليها، ولم كده كل اسلحته وكل حاجاته وطلع على القناة وقال بالنص: انا الامريكي اندرو كارول، انا لا اهابك، ولو شفتك مرة تانية ايها اللص الحقير هعلم عليك وهوريك ان انت اتعاملت مع اكتر شخص غلط في الحياة. رجع اندرو كارول البيت وهو مرتاح وفرحان انه رد كرامته، ورجع لزوجته واتعشى زي ما اي حد بيعمل، ودخل ينام عشان يصحى على صوت كركبة في الشقة، ليتفاجئ بنفس الحرامي موجود تاني في البيت، ورقعوا نفس العلقة هي، لا ألم زاد ولا ألم نقص، وراح مكتفه ومكتف مراته ورايح سارق البيت كله، وسرق كمان عربية أندرو ومشي. ادي اخرة فتحة الصدر على الفاضي. عايز اقول لكم على حاجة، انا كل اللي انا بحكيه ده مجرد حدوتة، ممكن تكون حصلت وممكن تكون ما حصلتش، ممكن تكون اسطورة اهلها بس هم اللي مصدقين فيها. في الاول وفي الاخر هي كلها حواديت. الموضوع راجع ليك انت ولإيمانك بالحدوتة. انت اللي تقدر تخلي الحدوتة دي حصلت، وانت تقدر اللي تخليها ما حصلتش. شكرا لكم لو انتوا بتتفرجوا لغايه دلوقتي. يا ريت لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان ده بيساعدنا جدا، واشوفكم في حدوته جديده.